يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره بالأكوان صلى الله عليه. يصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأدب عليه. جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاهضته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيع ضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم قد رأت رفة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعتز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البذول والذور صلى الله عليه. الخلق يا نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. فخاب من عرف الإله ولا إلى غيره افتقر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى غيره افتقر. الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر وانهرت في الدنيا العبر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. الله 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 على نور رسول الله. 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 شفاعة يا حبيب الله، شفاعة يا رسول الله، شفاعة يا حبيب الله، شفاعة
رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما نبيت لبينا أقدمنا السمع والطاعة بقلبي ساكن إيمانا وعليه سائر سلاما بقلبي ساكن إيمانا وعليه سائر سلاما وعقلي حافظ قرآنا وعقلي حافظ قرآنا وكلامك ما نسمع يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما نبيت لبينا أقدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعبي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعده وتالو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله على محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه من فروضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما منة تقرب الله بها على البشر صل وسلم عليه وسها من نعمة إن تصرها في البحر والبر صلى الله اللهم عليه صل وسلم بعدل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرزقها في عليه حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلي عليه فينبسط في قلب نور تعلقه به وهبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليك أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القدير صلى الله عليه تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتسليم صلى الله عليه بالقدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغالية صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عليه مشهود بالعين هاوي
واسب الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأنسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموت خروجه صلى الله عليه. الجلية بمن قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. في الأنصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه. الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. نوره وبهاره فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف صلى الله عليه. ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشر يوصف بذلك الموصول صلى الله تشريفا عليه. للشافعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين هذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فألا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ما بدهم يششر بالمخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت راية الكون منشورة على مرئي مشهور والسنين صلى الله عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع آمين. وحالي بروح ذلك اللعيم اللهم سلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك. يا حجرة ضم الجمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. يا حجرة ضم الجمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا حبيبي
ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك ختامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك أتمنى بوسيدك ختامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك وأتمنى بوسيدك ختامك ومريدك يا بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك ختامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك ختامك ومريدك يا جد الحسن. ما في زي اثنين
وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسمت بالنات من الهوى فالمعافى والسكين مستوى فاحلح الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسمت بالنات حين هوى فالمعافى والسكين مساوى فاحلح الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري ووص أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آل بالقلم أن يحفظ ما حركته فيه الأجابل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه وسلم فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حكيها في الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. نشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. قرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله والعيون عليه متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه معينة بكمال البشارة صلى الله وما من عليه حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم
وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين تروى عن وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ندعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود. صلى الله عليه. من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Berkhusyuk hadiraki Rasulullah dalam hatinya pakarong da Gusti Kanjeng Nabi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال يا رسول الله في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل
مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء الله عليه موميا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين الله عليه. الولادة وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرى صلى الله عليه. ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت شفاء فضع له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم البسته وادجعته فلما انشد غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. واصبر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة القشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بال
حال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس سلاما صلى الله وكم ترجمت عليه السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق السهل واللحظ المحتوي على المعنى الجزم صلى الله عليه إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشم طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه صلى الله عليه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تطوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين
المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر إسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى وعزتي لأجمع على عبدي خوفين ولأجمع له أمنين إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وقال عمر وقال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق ب1000 درهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل الجبل يخشى أن يغلب عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بي هكذا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, berarti hadis qudsi. Hadis ini jika disandarkan kepada Nabi berarti menjadi hadis nabawi. Jika disandarkan kepada Allah berarti menjadi hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa izzati la ajma'u ala 'abdi khaufain. Demi kemuliaanku kata Allah, aku tidak akan menggabungkan dua rasa takut wala ajma'u lahu amnain, dan aku tidak akan menggabungkan dua rasa aman kepada hambaku. Aku tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan tidak akan menggabungkan dua rasa aman kepada hambaku. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Jika orang tadi itu merasa aman dariku, artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak mau menjauhi apa yang dilarang, berarti merasa aman dari aku. Apa kata Allah? Akhaftuhu yaumal qiyamah, maka aku jadikan orang tadi itu takut kelak di hari kiamat. Mula orang nek kebanyak takut ning dunya, aman kau nang akhirat. Petre matang amal, bek coko batang amal, bek selamat pagi ning tembangan amal, bek selamat pagi jembatan Siratal Mustaqim lebih kenek dari obu, lebih tajam dari silet. Orang se merasa takut atena, merasa khawatir atena, amin tuhu yaumal qiyamah, bekal ibrin keamanan pagi dina kiamat. Tapi sebaliknya wa idza aminani fid dunya, akan tetapi jika selalu merasa dia tadi merasa aman terus menerus, tandi rasa kebeter, swarga, neraka, waku, hisab, temu budi,
Wa idza khafani wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah, maka orang nek patakut bin kok dina kiamat. Saya rasa tak tahu dina kiamat. Jangankan manusia, para malaikat pun dan para nabi-nabi Allah, mereka merasa ketakutan, tidak pernah merasa takut. Bahkan para nabi pun mengatakan nafsi, nafsi. Tak ngurus umat, tak ngurus keluarga, nafsi, nafsi, engkau. Bagaimana mereka merasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kulit sambian ini tandi takut. Merasa aman, merasa tentram, seakan-akan beda jaminan, oh swarga. Beda jaminan tempengna lebih banyak ke bagusna. Merasa aja beda jaminan pasti selamat. Lah, Allah Subhanahu wa taala tak bakal mepolong dua keamanan ning dunya. Mun orang yang merasa aman ning akhirat tak bakal aman ning akhirat. Ning dunya merasa aman, ning akhirat tak aman. Ben Gusti Allah tak bakal metakok orang ni kedua kali. Mun takok ning dunya tak bakal takok kok ning dina kiamat. Mula banyak rasa takok ning dunya. Cuma orang-orang saya takok di lampu merah, masih ada polisi nah, ambu. Cuma beda patung tok, patung polisi, beda sepeda motor, padahal sepeda motor macet. Abi tek starter. Keng cuma sampean ambu lampu koneng pun siap-siap sekejap ki lampu merah. Bagaimana mereka menyaksikan, bagaimana mereka merasa diintai oleh CCTV. Mereka tidak berani mencuri karena selalu diintai. Apakah Allah Subhanahu wa taala kalah dengan CCTV? Apakah Allah Subhanahu wa taala kalah dengan polisi? Lah ya ikhwani. Mun ki ada rasa takut sekuni dalam hati ni, sekuni rasa takut, selamat insyaallah. Apa orang yang mak bengal maksiat? Takut tak ada ke pangeran. Tak ada takut. Hatta sumpah Quran. Mengkaro Quran situng, saya bersumpah akan adil, akan apa itu karo Quran, masih Quran sama masjid. Intabi hati. Allah Subhanahu wa taala tak bakal mepolong dek seorang hamba khaufain wala ajma'u lahu amanin. Allah tidak mengumpulkan kepada hambanya dua ketakutan, dua keamanan. Ning takok ning dunya tak bakal takok ning akhirat. Mula orang yang masa aman ning dunya tak bakal aman kok ning akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, ketika ngeding azan Sayyidina Ali ini sampai kelenger. Faghusya alaih idza sami'al adzan faghusya alaih. Sayyidina Ali bilang ngeding suara adzan kelenger. Apa debun Sayyidina Ali? Orang kadang kok banyak tulisan ngedup dekat Allah Subhanahu wa taala. Nih saumpama dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Seandainya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Bagaimana kita akan membawa dosa yang sebesar ini menghadap kepada Allah dengan membawa dosa padahal tulisan oleh sapora. Lah terus dak ramon kulit sampean mati kita sapora tulisan. Ngebe banyak dosa sing nikah. Andai kata sapora tulisan. Contoh, beda murid ndik salah ke guru, can guru sekolah nak. Besok sekolah seperti biasa nak. Maka murid merasa malu, merasa takut walaupun guru memberikan maaf kepada murid. Bawahan, atasan ngocak, laku masuk kantor boleh, laku masuk kerja boleh. Walaupun sepora merasa todus, merasa malu, ki rasa takut. Nah, oleh karena itu, bahkan mendidik anak, cek didik petakut kesambian, percuma takut kesambian. Anak gila bakal takut, mungkin karena beda sambian, ada sambian tak kena takut. Coba belajar anak nikah rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak bekal orang nikah di dua keamanan tak kira. Mula orang gelak banyak merasa aman, bekal takut ning akhirat. Ben Gusti Allah tak bekal mepolong dua ketakuan. Mula takut ning dunya, tak kira takut ning akhirat, tenang insyaallah. Baik. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Amr radhiyallahu, Sayyidina Amr bin al-As, Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As mengatakan,
la an adma'u dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dirham. Satu tetesan daripada air mata yang karena takut kepada Allah, seandainya aku diberikan pilihan berinfak atau bersedekah 1000 dirham dengan satu tetesan karena takut kepada Allah daripada air mata, lebih aku sukai, lebih aku cintai satu tetes air mata karena takut kepada Allah. Kullul uyun kapi kuaku ning dina kiamat, yaumul kiamat, pagi dina kiamat nangis kapi, kecuali mata saya pernah rasana nangis karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu jalisun fi asli jabal yakhsha ay yanqaliba alaih. Seorang mukmin dia tadi itu menyaksikan dosa-dosanya yang telah ia perbuat, ka'annahu jalisun fi asli jabalin, dia merasa seakan-akan duduk di tengah-tengah gunung. Yakhsha ayyang qaliba alaih, dia takut gunung tadi itu akan ditumpahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saumpama sampean beda gunung, sampean toju ning pinggir gunung, gunung ya atas gunung beda botol rajo, kula yakin sampean tak merasa aman. Are mon keker kangkok mating kok, karena dia botol rajo. Are mon gelundur kangkok bener-bener tak mungkin, pasti sampean ngale di tempat nikah. Are apa? Takut gegerin betul, atau beda longsor, sampean odi ning tengah-tengah gunung saya beda longsor, tak mungkin sampean diam diri, pasti menyelamatkan diri supaya selamat daripada longsor. Hakadzal mu'min, begitulah orang mukmin, melihat dosa-dosanya dia takut ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal munafik, adapun orang munafik ini perbedaan. Wa amal fajir, munafik yara dhunubahu kadzubab, dia mengira dosa seperti seekor lalat yang menghinggap di depan hidungnya. Yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi, yang hinggap di hidungnya atau lewat di depannya. Fagala bihakadha, dia tok le nyengke, 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 ayake, nyengke. Orang munafik menganggap dosa ni ka enggak lala, cuma nemplek yang ke. Orang setakok ke Gusti Allah memandang dosa na enggak gunung takut gegeri, tapi orang munafik nganggap dosa na enggak lala, cuma lebet ke. Wa yaqulu hakadha nyengke, nyengke. Ni perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Hadirin ikhwani rahimakumullah, siapa sih tandi dosa? Saya hadir majelis ini. Mungkin seneku emek lebih banyak tuh sana, karena sampean tandi syahwat enggak syahwat pula. Sampean tandi syahwat amonnya, sampean tandi syahwat pidato, sampean tandi syahwat mungkin kudaan lebih raja gula daripada sampean. Ada yang tadi dosa, saya hadir majelis ini. Orang bagus benar yang tadi dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam khata'un, mereka semua banyak daripada kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik daripada orang yang banyak kesalahannya at-tawwabun, orang yang mau bertobat, berhenti daripada perbuatan maksiat. Orang saya kecil tapi Gusti Allah bareng tadi dosa, orang tadi dosa tak Nabi itu saya cinta tapi Gusti Allah. Aroma sebanyak dosa nah keng gelem ambu dari dosa daripada ahli ibadah keng aroma setandik dosa beda. Aroma sebanyak dosa nah padahal banyak dosa nah keng aroma sebanyak dosa nah keng ngarep tobat, tapi orang si tak aroma setandik itu tak kira tobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi wal fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah aku beristighfar, memohon ampunan dan bertobat kepada Allah sehari semalam
tidak kurang daripada 70 kali bertobat beristighfar kepada Allah terus dia rememon kulit sambian lawang Nabi beristighfar atobat makan majelis yang anikin niatin atobat hadir majelis ngani niat atobat cek niat apa boleh saumpama tak ada saya datang sekali lah si tukang meja tak ada si tukang napu tak ada niat tobat niat sampean saya catat di Allah Subhanahu wa taala an-niyah matiyah niatnya ke kendaraan sebakal medepak dekat tujuan oleh karena itu jangan merasa aman dari kita orang yang merasa aman dia akan dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Jangan merasa aman dari apapun, dari dicabutnya iman, dari dicabutnya Islam, tidak merasa aman kecuali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kimula orang ini merasa iman ni keimane manungku iman te manungku, takut kehilangan sebagaimana sampean kehilangan, takut kehilangan barang seberharga. PC takut kehilangan, kendaraan takut kehilangan. Apa mak tak takut kehilangan iman sampean. Hadir majelis-majelis nganeka. Hanya mungkin sesaat, mungkin paling abid cuma berempat jam setengah paling. Tujuan untuk memperkuat iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan kendaraan berdedi lera, kehilangan kendaraan, kehilangan dunia ben sesen iki bisa. Tapi kehilangan iman, kehilangan swarga, kehilangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cek merasa aman ya. Terus sibuk jaga iman, jaga imun tok jaga, imunnya jaga, imannya jaga kia. Imannya penting karena saya sampai kemudian jenengan kehilangan iman, kehilangan swarga. Ya Rabb, mantar muka kemudian jenengan, beri rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mantar muka ateh neka beri rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mantar muka iman Islam paring kekuatan tineng Allah Subhanahu wa taala. Lamun dapat ka umur insyaallah husnul khatimah amin Allahumma amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan.